بعد ايه؟ بعد خراب مالطا ولا بيقدم في مالطا؟ مالها مالطا وليه مطلعين الامثال دي عليها؟ في الحقيقه ان دي مجرد امثال، لكن الواقع بتاع جزيره مالطا ربما بيعزز من الامثال دي. اوقات كتير جدا بنلاقي نفسنا بنقول كلمات وامثال تلقائيه من غير ما نعرف ايه اصل الحكايه، او حتى مثلا من الابطال الحقيقيين اللي عاشوا احداثها. ومن اكتر الامثال اللي بنرددها كتير جدا لما نلاقي حد بيعمل مجهود ضايع، وده بقى اللي بيخلينا نقول بيقدم في مالطا، او حتى مثلا لما حد بيجيب حل لكنه حل متاخر جدا، يعني بعد ما الفاس تقع في الراس، او بعد خراب مالطا. الموضوع مش مجرد كلام بنقوله وخلاص، لكن واقع الجزيره بيعزز قوي من الروايات دي. الجميل بقى في الامر ان الجزيره دي وراها تاريخ طويل جدا يخصنا احنا كعرب ومسلمين، يخص الامثال دي ربما تكون مرتبطه بالواقع اللي بتعيشه جزيره مالطا. السلام عليكم وأهلا بيكم في نزهة تاريخية. في نزهة تاريخية بنتمشى في الزمن ونحكي الحكاية. جزيرة مالطا هي حتة أرض كده في نص البحر، لكن كان الكل طمعان فيها. لو بصينا كده على الخريطة هنلاقي إن جزيرة مالطا جزيرة صغيرة في قلب البحر المتوسط، جاية بالظبط جنب شمال تونس وجنوب إيطاليا. لكن الغريب بقى إن إحنا لو سمعنا أهلها النهاردة هنلاقيهم يتكلموا لغة شبه اللغة العربية جدا، قريبة قوي من اللهجة التونسية والمغربية. وهنا بقى يجي سؤال مهم جدا، ليه الموضوع غريب شوية كده ان جزيرة مالطا تكون لهجتها قريبة من اللهجة التونسية او حتى اللهجة المغربية؟ لان في الحقيقة جزيرة مالطا هي جزيرة اوروبية، فلما تكون لغتها بتحمل جذور عربية واضحة يبقى السر هنا بيعود لقرون من الحكم الاسلامي اللي غير وجه الجزيرة وترك اثرها في اهلها ولغتهم لحد النهارده. القصة بترجع إن جزيرة مالطا فضلت تحت حكم المسلمين حوالي قرن من الزمان، يعني تقريبا كده 200 سنة، وبسبب موقعها الاستراتيجي اللي كان في نص البحر مفيش دولة أو حتى إمبراطورية ظهرت في التاريخ إلا وكانت طمعانة إنها تحتلها، من أول مثلا الفينيقيين والقرطاجيين لحد الرومان والبيزنطيين. يعني تاريخها كده كان كله ضرب واحتلال وتخريب. بالنسبة بقى لموضوع الفتح الإسلامي على جزيرة مالطا، فممكن نقول لكم كده إن تقريبا الموضوع ده هو اللي بيعزز أكتر من رواية يقدم في مالطا. القصة بترجع لسنة 902 ميلادي، أيام دولة الأغالبة في تونس. المسلمين كده قرروا إن هم هيفتحوا جزيرة مالطا، والسبب وقتها بقى إن البيزنطيين كانوا واخدين الجزيرة دي قاعدة ليهم عشان يشنوا هجماتهم على سواحل المسلمين في شمال أفريقيا. ومن هنا قرر المسلمين إن هم هيدخلوا الجزيرة دي، ومن هنا بقى ده اللي عزز من رواية بيقدم في مالطا. معلومة كده على السريع إن الأغالبة دول أسرة عربية أقامت ليهم دولة مستقلة في ظل الخلافة العباسية، وكانت وقتها عاصمتها القيروان، لحد ما أسقطتها فيما بعد الفاطميون سنة 296 هجريا. ومن هنا بقى في ناس كتير جدا بتقول ان حوار يقدم في مالطا مرتبط بالفتح الاسلامي على الجزيره. وفقا للروايه ان الفتح الاسلامي لما دخل جزيره مالطا ما اجبرش اي حد على الدخول في دين الاسلام، فبالتالي لما حد كان بيرفع الاذان ده كان امر غريب، يعني ما فيش منه اي استجابه، لان اهالي جزيره مالطا في الاساس هم مسيحيين. فاصبح هذا المثل يطلق فيما بعد على اي شيء كده ما فيش منه اي اهتمام او اي محاوله للاصلاح، لكن بدون اي فايده. المهم بقى ان بعد ما دخل المسلمين الجزيره دي عمروها، وكمان نقلوا ليها زراعه القطن من صقليه، وسعوا كمان موانيها، وبقت مع الوقت للتاني مركز تجاري مهم جدا. والاهم بقى ان هم سابوا لغتهم هناك وعاشت لحد النهارده. ومن الفتح الإسلامي لفرسان القديس يوحنا بعد 200 سنة كده الروم والنورمان رجعوا واحتلوا جزيرة مالطا، لكنهم لما دخلوها طمسوا كل الملامح الإسلامية، طردوا المسلمين وصدروا كمان بيوتهم وأراضيهم، لحد بقى ما نوصل لسنة 1530 إمبراطور النمسا وأسبانيا وهب جزيرة مالطا لفرسان القديس يوحنا، ودول كانوا عبارة عن قراصنة وبحارة صليبيين. قصتهم باختصار مفيد كده إن هم كانوا في الأصل اسمهم الإسبيتارية، اتأسسوا في الأصل يعني كمأوى طبي لعلاج الحجاج في بيت المقدس، لكنهم انحرفوا وتحولوا مع الوقت للتاني لعصابة من القراصنة في البحر الأبيض المتوسط. وواضح كده ان هم كانوا مصدر قلق من زمان جدا، لدرجه ان صلاح الدين الايوبي طردهم قبل كده من سواحل الشام، لكن لفوا وراحوا بعد كده لجزيره مالطا، واصبحوا بعد كده غصه في حلق الدوله الاسلاميه، يثبتوا اي سفينه تجاريه او حربيه عثمانيه معديه في البحر، ينهبوا البضائع اللي فيها، لدرجه حتى ان السلطان سليمان القانوني العثماني بعد كده جيش حربي عشان يفتح الجزيره دي ويخلص المسلمين من شرهم. لكن على الاسف الشديد المحاوله باءت بالفشل. لكن قصة جزيرة مالطا ما انتهتش على موضوع ان الجيش العثماني اتهزم على ايد فرسان القديس يوحنا، لكن الموضوع بعد كده نما واصبحت جزيرة مالطا في عهد فرسان القديس يوحنا معقل للمسيحيين ضد المسلمين. فرسان القديس يوحنا على الاسف الشديد اللي كانوا معروفين بعدائهم القوي ضد المسلمين كانوا بياخدوا المسلمين اسرى، طبعا عن طريق اعمال القراصنه في البحر الابيض المتوسط، وكانوا بياخدوهم وكمان بيعاملوهم معامله في منتهى القسوه والعنصريه، وكمان بيشغلهم بالسخره.
وفي عجالة سريعة كده لخلفيتهم العدائية ضد المسلمين اللي ربما ممكن يعني تكون بتعزز من فكرة بيقدر في مالطا. من المعروف ومن الثابت إن في عهد فرسان القديس يوحنا جزيرة مالطا في عهدهم كانت معقل لإدارة تجارة الرقيق ضد المسلمين، فمثلا كان 80% من العبيد مسلمين ويهود. ده غير كمان إن محاكم التفتيش نفسها كانت بتتبع سياسة وحشية ضد المسلمين. نسيت كمان بقولك حاجة مهمة جدا، إن المسلمين كان ليهم ملابس خاصة بتميزهم عن غيرهم، وده لوحده بس كفيل يعكس قد إيه سياسة التمييز اللي كانت بتتبع ضد المسلمين. فخلينا كده نفكر في حوار بيقدم في مالطا وعلاقته اللي ممكن تكون مربوطة بفرسان القديس يوحنا. فتخيل معايا كده المشهد، جزيرة مالطا كانت واحدة من أشهر قلاع فرسان القديس يوحنا في البحر المتوسط. من المعروف إن الجزيرة دي ارتبط اسمها في الذاكرة الإسلامية بالحروب والأسر والعداء ضد المسلمين. فازاي هتكون مكان زي ده معقل للمسيحيين المعادين للمسلمين هيكون فيها مثلا أذان؟ ده غير كمان يعني بصراحة شديدة إن الأذان هيكون أمر بعيد المنال عن الواقع اللي بتعيشه جزيرة مالطا. وبالتالي بقى ممكن يكون بيقدر في مالطا هيكون مثال بيصف اي حد بيعمل حاجه ملهاش اي صدر، او حد بيتكلم كده كلام لكن مفيش حد بيبالي بكلامه، ومن هنا بقى بيتقال يقدر في مالطا. ده غير كمان ان المثال ده ممكن يؤدي لمعنى تاني وفقا كده لواقع جزيره مالطا في عهد فرسان القديس يوحنا، للشيء مثلا الغير متوقع او الغير منطقي. فمثلا ازاي هنسمع الاذان في جزيره كانت رمز لقوه الفرسان المسيحيين اللي كانت معروفه بعدائها الشديد ضد المسلمين. ولو كان بيقدر في مالطا بيرسم صورة كده لحاجة بعيدة الاحتمال، فمالطا نفسها أصبحت مربوطة كمان بمثال تاني مشهور زي مثلا بعد خراب مالطا. وهنا بقى يجي السؤال، إيه اللي حصل في الجزيرة دي بالظبط عشان تبقى بطلة لكل الأمثال دي؟ التاريخ بيقول لنا إن سنة 1798 نابليون بونابرت رايح بحملته الفرنسية كده على مصر، فطلعت في دماغه إن هو هيعدي على جزيرة مالطا عشان يخلص وقتها الجزيرة من فرسان القديس يوحنا وياخد الجزيرة منهم. ومن هنا بقى تيجي الأحداث اللي بتعزز من رواية بعد خراب مالطا. من المعروف إن نابليون بونابرت لما دخل جزيرة مالطا دمرها تدمير شامل، نهب الكنايس، خرب المباني والمتاحف، وتقريبا كده سرق كل الكنوز اللي فيها. لكنه عمل حاجة كويسة جدا بصراحة، إن هو ألغى العبودية وطلع كل الأسرى والعبيد المسلمين اللي كانوا متكتفين هناك، يقدر عددهم تقريبا 4500 أسير. وإن كان المسلمين الأسرى دول كانوا فرحانين جدا بالحرية اللي حصلوا عليها، لكن نابليون بونابرت بعد ما خرب الجزيرة على رؤوس أصحابها ونهب الجزيرة. ومن هنا بقى ده ممكن يكون المثال اللي طلع بيقول بعد خراب مالطا، يعني جاي تعمل الصح بعد ما الدنيا اتخربت. وأخيرا كده بعد الفرنسيين إنجلترا دخلت جزيرة مالطا، فضلت معاهم لحد ما جزيرة مالطا بقت جمهورية سنة 1974. بس الأمثال والحكايات فضلت عايشة معانا في كلامنا لحد النهاردة. دي بقى كانت نزهتنا التاريخية النهاردة، والحلقة الجاية في نزهة جديدة.